صنع الاتصال الرسمي عبر القنوات الدبلوماسية بين قائد حركة حماس يحيى السنوار والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحدث عربيا وعالميا، حين يعد هذا التواصل الرسمي بين الزعيمين الأول من نوعه. كما يعد الاستثناء لأن السنوار لم يقم بأي اتصال مع زعيم عربي ما عدا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وبعث الأخ يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، وذلك بمناسبة نجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، ومباركا تجديد ثقة الشعب الجزائري له لقيادة البلاد، راجيا الله له التوفيق والإعانة لخدمة الجزائر وشعبها الأصيل. وأشار السنوار إلى أنه يبعث رسالته في ظل الملحمة البطولية التي يسجلها شعبنا الفلسطيني ومقاومته بكل بسالة وصمود في معركة طوفان الأقصى، بالرغم مما يتعرض له من حرب الإبادة الجماعية وهمجية الاحتلال الصهيوني النازي الذي يعادي كل مظاهر الحياة ويقتل الإنسانية في قطاع غزة، ويعتدي على أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل في تجاوز وتحد سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية. كما جدد رئيس الحركة تثمينه للدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية، كما تطلع إلى استمرار وتطوير هذا الدور الداعم والمساند لشعبنا في كافة المجالات لتعزيز صموده ومقاومته، وصولا لوقف العدوان الغاشم ودحر الاحتلال وتحقيق حلم شعبنا بالتحرير والعودة كما تحرر الشعب الجزائري العظيم، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.